إلى الشأن التربوي الآن، حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في تصريحها لوسائل الإعلام اليوم من ولاية الأغواط على أن 14 من جويليا القادم سيكون محطة لتغيير نمط امتحان البكالوريا، مشيرة في السياق ذاته بأن عملية التسريبات التي حدثت مؤخرا هي عملية إجرامية في حق المنظومة التربوية. الشيء اللي قالوا بعض الاساتذه راكم تعرفوا باللي ما بين التصحيح الاول والتصحيح الثاني دائما كاين فرق. وثانيا ما نقدروش نعتمدوا فقط على مركز واحد، بما ان ينجم الامر يختلف تماما من جهه الى جهه اخرى او من مركز الى مركز اخر. اليوم رحنا انتهينا بعمل التصحيح. كانوا وحدين اللي قالوا جبنا 19 في الامتحان الشفوي وما فتناش، ولكن هذاك 19 خصك تزيدوا مع الامتحان الكتابي وشوف الى الترتيب تاعك كان ما بين الاوائل. من جهة أخرى، وفي إطار الحديث عن الأساتذة المتعاقدين، قالت الوزيرة بخصوص الذين لم يتحصلوا على مناصب شغل إلى عدم حصولهم إلى معدل 10 من 20، يعني أكثر من 10، والذين نجحوا في الامتحان الكتابي رغم حصولهم على نقاط إضافية للخبرة، إلا أن معدلاتهم لم تصل إلى النجاح في حدود المناصب المفتوحة في كل ولاية. كما شفتوا احنا قلنا باللي هذه العملية كانت عملية إجرامية وريها تدرس بهذه الطريقة، ويمكن بعض وحدين كانوا تأثروا بهذا الجو اللي ما كانش ملائم. غادي نهار 14 جويلية غادي نحدوا يعني كامل الاقتراحات والفرضيات باش نغيروا نظام هذا الامتحان اللي رغم يعني هذه المحنة اللي عشناها كلنا مع بعض